قبل سنة 1985 كان مسموح بيع الآثار في مصر لحد ما اتلغى القانون واتمنع الاتجار بيها. الاهتمام الغربي بالآثار المصرية بدأ مع الحملة الفرنسية سنة 1798 ومع كتاب وصف مصر اللي نشر العالم كله على آثار مصر القديمة. لحد نص القرن ال19 ما كانش فيه أي قانون يمنع بيع أو تهريب الآثار. في القرن ال19 البحث عن الآثار وتهريبها للخارج بقى منتشر جدا، لدرجة إن القطع الأثرية كانت تتعامل كهدية يديها الحكام والتجار للوجهاء والدبلوماسيين الأجانب. زي لما زار الأرشيدوق النمساوي ماكسيميليان عجبته قطعة آثار فأهداها له والي مصر عباس باشا واتنقلت لفيينا. أول خطوة لحماية الآثار كانت سنة 1835 لما محمد علي باشا أصدر مرسوم يمنع تصدير أو بيع أي أثر، وكمان أنشأ دار لحفظ الآثار في حديقة الأزبكية بالقاهرة، مع إنه بنفسه خرج آثار مصرية كتير لفرنسا وبريطانيا. دلوقتي آثار مصر القديمة متوزعة في حوالي 40 مدينة أوروبية وأمريكية زي لندن وبرلين وباريس وتورينو، وبتتزين بيها متاحف ضخمة زي المتحف البريطاني اللي فيه أكتر من 100 ألف قطعة، ومتحف برلين، ومتحف للآثار المصرية بلندن، والمجموع كله حوالي 775 ألف قطعة أثرية. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.